في الأحداث في سوريا؟ أي أحداث، السابقة ولا اللاحقة؟ السابقة واللاحقة. يا سيدي، أولا الحمد لله الله عز وجل خلص إخواننا السنة في سوريا من ظلم الطغيان الشيعي العلوي بفضل الله تبارك وتعالى، هذا أولا. والحمد لله الله عز وجل يعني أثلج صدورنا هذا بأن هذا الطاغية الله عز وجل أزاله. وبعدما رأينا الأحداث اللاحقة بفضل الله تبارك وتعالى، ورأينا أن إخوتنا خرجوا من السجون وسجنوا ظلما وعدوانا، بعضهم وأنا من الأردن وبعضهم من أهل بلدي 20 سنة ظلم، ما فعل شيء، ما قال شيء. طيب وكانوا يقولوا دلوقتي اتقوا الله عز وجل، يسبون الله. فالحمد لله الذي جعل من سب الله وسب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي دحره ما شفت يعني، ما عمرك شفتهم يسبوا الله ورسوله؟ أقول أعوذ بالله. أعوذ بالله. طيب دلوقتي هل البيعة لأحمد الشرع؟ والله أنا ما لي علاقة، السوريين هم يقرروا إيش دخل، أنا لست سوريا. طيب أنت اسأل السوريين ليه يعني؟ أنا فرحان إن الله خلصنا من الطاغية، هذا طيب فرحان، أنا فرحان لهذا. دلوقتي هذا الله عز وجل كل سوري دلوقتي في حسب رأيك يا سيدي البيعة الحمد لله بتاعته لمين؟ ما أعرف، اسألهم، أنا لست سوريا. طيب اسألني أنا ليش؟ دلوقتي أنت البيعة بتاعتك لمين؟ أنا عندي ملك الأردن. أنت مبايع الملك الأردن؟ أنا ما ببايع، أنا ملك، أنا وجدت عندي ملك وأنا هذا ملكي. طيب فقط. في رواية بتقول من مات دون بيعة مات ميتة جاهلية. يا سيد العزيز، أولا أنا مواطن أردني. طيب أنت يعني البيعة بتاعتك لملك الأردن ولا لمين؟ أنا أعتبره ملكي. نعم. طيب يعني البيعة بتاعتك لملك ليش الأردن؟ لا؟ إيش لا؟ وهو هاشمي. نعم. طيب دلوقتي اللي موجود إيش لا؟ طيب دلوقتي يعني يعتبر أمير المؤمنين عندك؟ والله أنا هو بالنسبة له، هو إذا ما كان أمير المؤمنين يكون أمير الكافر، هو بلا شك مؤمنين الحمد طيب لله. دلوقتي الله هو أسأل الله عز وجل يصلحه، وأسأل الله عز وجل يعني يعني ملك الأردن فاسد؟ لا عشان وأنت الله يصلحك أنت كمان. يعني أنت فاسد. الدعوة للإصلاح هذا لا يعني أن الإنسان فاسد، نقول الله يصلحنا وإياك. طيب هذا لا يعني فاسدين. دلوقتي إن قام سائر على ملك الأردن حتكون معاه ولا ضده؟ أنا ضد أي واحد يقوم على الملك الأردن. على ملك الأردن؟ ما يجوز. طيب ليه لا يجوز؟ لا يجوز، كيف يخرج على النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز الخروج على الحاكم المسلم. لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم؟ ما يجوز. طيب لماذا خرجوا على القذافي؟ هل هو حاكم مسلم؟ اسأل الليبيين. لا تسألني أنا أردني. أنا مستغرب إيه التهرب من أنا أردني. أنت كأردني دلوقتي الذين أنا أردني. القذافي أنا أردني. هل هم كفار ولا مسلمين؟ أولا أنا بالنسبة لي أنا لست معنيا بالدفاع لا عن القذافي ولا عن غيره. طيب. أنا لست معنيا بهذا. طيب جميل بس كسؤال فقهي. النقطة الثانية، كسؤال فقهي أنا قلت لك أنا لا أفتي. شخص على ملك الأردن دلوقتي أنت قلت لي حرام لا يجوز. ما يجوز. دلوقتي الذين يثورون مثلا على القذافي والذين ساروا على القذافي، هل كان هذا الفعل جائز ولا لا؟ هم عندهم مفتين، هم عندهم لجنة إفتاء. طيب أنت إزاي أفتيت؟ أنا ما أفتي، أنا أتكلم عن ملكي. أيوة تتكلم عن ملكك. بالمناسبة القذافي حتى تكون في الصورة، القذافي في بعض أهل العلم كفروه لأشياء قالها ولا أشياء اعتقد بها، كفروا بعض أهل العلم. يعني يجوز الخروج عليه؟ بعض أهل العلم ابن باز كفر الله يرحمه. ابن باز كفروا يعني؟ كفر طيب صدام حسين هل يجوز الخروج عليه؟ ما خرجوا عليه. صدام حسين ما خرجوا عليه الناس. كمان ما خرجوا عليه الناس. صدام حسين شالته أمريكا. طيب لا ولكن كان هناك ثورات ضده وخرجوا عليه وناس وقتلهم. يا سيد العزيز، أنا لست معنيا بالإفتاء لغيري، أنا لست مفتيا للدول. يعني أنت مفتي محلي كده عدايق ولا ازاي يعني؟ أنا أتبع ما الله عز وجل أمرني. أيوه هم أجازوا الخروج على مرسي. أيوه سؤال جميل. كويس فكرتني. أيوه. طيب أنا بالنسبة لي ما أجد لا الخروج على مرسي لو كان مرسي، ولا أقول وجد الخروج على السيسي، ولا وجد الخروج على أي حاكم مسلم، أي إنسان مسلم. طيب لماذا؟ طيب الذين خرجوا على القذافي أي مسلم، لأنه أنا في القذافي في بعض أهل العلم أفتوا بكفره. هذا بعض مش كل، ولكن كان هو يصلي وحافظ القرآن. الله أعلم. مش الله أعلم، ده معروف عنه كان حافظ. هذا معروف، لكن كان يقول ويعتقد. ما هو كل إنسان حافظ للقرآن والله بالضروري مسلم، لأنه هذا الرجل كان يقول أشياء عن الله عز وجل، وكان له كتاب أخضر يعتقد به، كان له بعض المعتقدات التي يعني تخالف الخروج عليه. هذا بعض أهل العلم يقول لك عنها، لأن الذي قالوا بتكفيره لهم وجه، عارف كيف؟ لكن أنا بالنسبة لي ما أكفر، ما أعرفه. طيب دلوقتي بينهم اللي كفروا بينهم وبين الله، لكن إذا كان إنسان مسلم ما يجوز الخروج عليه. بس طيب إنسان مسلم، أي مسلم لا يجوز الخروج عليه. الحاكم المسلم ما يجوز الخروج عليه أبدا نهائيا. ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام، إحنا عندنا شرع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، قال سيأتي من بعد أمراء
لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي قلوب بعضهم كقلوب دلوقتي الشياطين في جزء. أنا أقول لك شوف، طيب، استنى أنا استنى لا قبل ما تسأل، أنا أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنت قاطعتني، أنا ما أكلمك. تفضل. أنا ما أكلمك. تفضل. أنا أتكلم أقول لك قال عليه الصلاة والسلام قاطعتني. قاطع قول النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنت رفعت. الآن أقول لك النبي لا، أنا قلت قال عليه الصلاة والسلام. أيوة. الإمام مالك رحمه الله كان يحدث بحديث وتكلم أحد فقال أنت رفعت صوتك فوق صوت النبي. هذا مش معناها الصوت بالعلي، معناه بعلو الصوت، لا، معناها أن تتكلم فوق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك قال عليه الصلاة والسلام قال سيأتي من بعد أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي قلوب بعضهم كقلوب شياطين في جسد إنس. قال وما نفعل إن وجدناهم يا رسول الله؟ قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا فإن عليكم ما حملتم عليهم ما حملوا. طيب دلوقتي أنا مسلم وأشهد الشهادتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. طيب لو انقلبت على أنا الملك حسين ورميته السجن، الملك عبد الله في الأردن ملك الأردن. أعوذ بالله. طيب لو انقلبت عليه ورميته السجن أنا أيوة. دلوقتي هل ستبايعني؟ ما في أهل العلم ذكروا عن الحاكم المتغلب. لا ليش ذكروا هذا؟ أنا تغلبت بين الله دماء المسلمين في عنقك لا يوم ما القيامة. قتلش حد، أنا عملت انقلاب أبيض. ما في هذا كلام فاضي، هذا كلام أبيض، هذا كلام فاضي. طيب ما في فرض كلام المحال ليس بمحال، أنا ما في. لا عملت انقلاب محال، لا أبيض. محال، كلام فاضي. يعني ما في لا انقلاب يطير أبيض. إيه لا ده؟ انقلاب أبيض، ما في انقلاب أبيض. طيب دلوقتي هذا أنا كذب. أنا عملت مظاهرات وأزحت ما يجوز، ما بيجوز أن تقوم على طيب الحاكم. دلوقتي لا يجوز. ما بيجوز تقوم طيب أقلته بطريقة أو بأخرى. طيب ديمقراطية مش ديمقراطية يا سيدي. هل ستبايعني أم لا؟ أنا ما أبايع بالنهاية، لست لي البيعة في النهاية. بايعت أنا أقول الملك أما الملك أنا وجدت في بلد فيه حاكم وهذا الحاكم موجود وبثقل باي ديفولت أن نحن نقول خلاص بما أنه موجود خلاص له البيعة وله الحكم. كذلك دلوقتي يعني البيعة بتاعتك للملك عبد الله مش كده؟ كذلك أمر إذا دلوقتي جاء لو أنا استلمت الحكم سؤالي إذا جاء من جاء. أيوه. يا أستاذ لا تتهرب. كذلك أمر إن جاء من جاء. طيب أيوه بالمناسبة إن جاء من جاء. إن جاء من جاء أولا الأمر لهم هذا أولا. هذا الأمر لي. لا في النهاية إذا إن جاء من جاء أي حاكم حتى أنا إن شاء الله مو وأنا مالي يا عم ولا صعيد ولا رجل ما أعرفك ها ولا ناقص حكمة. ناقص حكمة بس. لا أنا عندي حكمة. لا والله عشان ناقشتك في الموضوع. لا والله ناقص حكمة بس لأنه أسلوبك ما هو أسلوب طيب بس ناقص حكمة. السلام عليكم. مش عارف ناقص حكمة يا راجل. عشان كان التهجم عليك بنفس الطريقة وأقول لك أنت كمان ناقص حكمة. يا سيدي أنت اللي جئتني أنا ما جئتك. طيب دلوقتي ليش جيتني؟ أنا جيتك عشان أناقشك. شفتك خلاص إنسان ما شاء الله خلاص كلمنا. عندك دقن وشان شكلك الذي بعده عارف. الذي بعده. طيب دلوقتي أنا لو استلمت الحكم هناك في الأردن الله يبعدك عنا. طيب آمين. طيب لو استلمت لو فرضنا قدرا على الأقل ما راح يدعم إسرائيل مثل ملك الأردن. أيوة والله؟ على الأقل أيوة وحافظ على الدعم عن الكيان الصهيوني. ما دعم إسرائيل. ما دعم إسرائيل. ما أحد دعم إسرائيل قد إيران. ايوه هي صحيح كانت تدعم بالصواريخ. احسنت. اي نعم صحيح. كلامك مظبوط. انت شيعي بالمناسبة؟ انا شيعي رافضي. اعوذ بالله. أيوة اعوذ بالله منك. وافتخر. اعوذ بالله منك. اعوذ بالله منك. رافضي. ليه تستعيذ من اعوذ بالله منك. الشهادتين؟ والله اعوذ بالله منك. وانت تخاف من الشيعة؟ اعوذ بالله منك. قاتلك الله. قاتلني الله. والله قاتلك الله لعنة الله عليك انت ومن امثالك. هو والله ده صحيح. المنطق. هذا والله صحيح. والله ايوه انت تكفر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وانت تكفر ابوي النبي صلى لا الله عليه والله واله. ايوه ابوي النبي عليه الصلاه أيوة. والسلام. تكفرهم؟ واما انت كفرت الصحابه الذين شهد لهم الله تبارك. من شهد لابوي النبي عليه الصلاه والسلام. من شهد لابوي النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه واله. كذبت عليه. كذبت عليه. انت كذبت عليه. لا ما تأدب. لا مع مثل ما تأدب. لا ما تأدب. كذبت على الله وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام. كذبت على الله وعلى رسوله. الحمد لله الذي اذلكم يا رافضه. الحمد لله الذي أذلكم. الحمد لله الذي أذلكم. الحمد لله هذا الكلب بشار الله يحشرك وإياه. الله يحشرك وإياه. الله يحشرك وإياه.
الله يحشرك وإياه، هذا الظالم الكافر العلوي الله يحشرك وإياه سندوا يا سيدي آمين. الله يحشرني مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والله كذبت. ليه؟ شوف هؤلاء سبحان الله، هؤلاء كانوا ايش يعملوا؟ والله كنت كفروا علماء المسلمين، كفروا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كفرتوا مين؟ كفروا علماء المسلمين، أيوة. كفروا عامة السنة، وهذا كلبهم خبيثهم الكافر الكلب الطوسي الذي جاء اسمها الطوسي الكلب، هذا الطوسي الكلب الذي جاء بالمغول، جاء بالمغول إلى عقر الإسلام. هذا الطوسي الذي جاء بالمغول إلى عقر دار المسلمين حتى قتلوا أكثر من 1,000,000. الطوسي الكلب الكافر لعنة الله عليه، هذا الذي جاء بالمغول جاء بالمغول. أنت أذناب المغول يا مجوس. طيب البخاري الحمد لله الذي أذلكم ودحركم، الحمد لله الذي أذلكم مثل ما فعلتم أنتم. والله ما في عملاء مثلكم، ما فعلتم إلا هذا. أنتم والله يا أبناء المتعة، أنتم والله ابناء متعة، والله ابناء متعة لعنة الله عليك. الحمد لله الذي جاء الذي دحركم وقتلكم، الحمد لله الذي دحر حزب اللات الصهيوني، ذاك حزب الله كذابين. هذا ضحك على اللحى، كذابين يا كذابين. على كل حال الحمد لله الذي أذلهم، على كل حال الحمد لله الذي أذلكم، فضل الله عز وجل الذي أذلكم ودحركم بالصهاينة. الله عزنا وأعزكم إن الله لينصر هذا الدين ولو برجل فاجر. أحسن. إن الله لينصر. لا تلمسني، لا ما بخاف، لا تلمسني. أنا بقول لك أحسن. لا تلمس. أيوة أحسن. لا تلمس. أقول لك لا أحسن. تلمس. أن الله يعز الدين بالرجل الفاجر. أنا واحد نجس ما يلمسني، نجس مثلك نجس مثلك لا يلمسني، نجس مع سيادك نجس خبيث لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. والله لعنة الله على الرافضة. هؤلاء الرافضة رفضوا. روح يا ابن المتعة، روح تتمتع، خلي زوجتك تتمتع وراك، روح خليها تتمتع وراك، خليها تتمتع وراك. ايوه خليها تتمتع وراك. شوف اذا تتمتع هي. شوف هؤلاء ليش انت تقول انت تستحلوا المتعة. ليش تقول ما قلت خطأ؟ ما قلت لك اسماء بنت بكر كذبت عليها يا كذاب. والله ما كذبت عليها، عبد الله بن الزبير بن متعة بالمصادر. انت الكذاب، والله ما في كذاب، والله ما في كذاب مثلك. والله اكذب انسان الروافض، اكذب البشر. قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال لو وزع الكذب 10 أعشار ل19 أخذوها الرافضة. 19 يا سيد. على كل حال الحمد لله الذي أذلكم، والله ما أذل. وإن شاء الله تعالى إن شاء الله بعد هذا بإذن الله الحمد لله الذي أعز السنة بأهل السنة، الحمد لله الذي أعز السنة بأهل السنة، الحمد لله الذي أعز الإسلام بأهل الإسلام، الحمد لله الذي أعز الإسلام بأهل القرآن والسنة. هؤلاء أنتم ما أنتم إلا رافضة على رافضة كلاب تحت الكنادر. والله ما في. أنتم وأنتم الداعش مثل بعض، أنتم مثل بعض، تتشابهون. كل من كفر المسلمين. لا عن الروافض أولى، لا عن الروافض أولى. يا كلب يا ابن المتعة، الله يا ابن المتعة. الله هؤلاء ابناء المتعة على كل حال. هؤلاء ابناء المتعة بالمناسبة. شوف هؤلاء ابناء المتعة، كلمنا عن حمل المستكن. هؤلاء ابناء المتعة
يعني هؤلاء ممكن أبناء المرأة المتعة. أن تلد بما أن أبناء المتعة هنا 4 بالمناسبة سنين من جواز من موت جوزها، تخيلوا Brothers. يسمى الحمل المستكان. brothers أيوة. listen هم هؤلاء get the camera on me الحمل because المستكان. خلاص we're done with that so we're done with him yeah we're done with him now get the camera on me now here الحمل المستكان تعال. هو كده عامل كده. okay أيوة هربت. get the camera here yeah get my cameras here those are our cameras now أيوة. هؤلاء أبناء المتعة أبناء الحمل. الذين كفروا المسلمين وكفروا علماء المسلمين وكفروا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكفروا بل كفروا أمهات المسلمين الذين يقول هذا الرافضي الكلب الخبيث الذي قال الخبيث هذا الرافضي الكلب الخبيث هذا الرافضي الكلب الخبيث يكفر أمهات المؤمنين يكفر أمهات المؤمنين يكفر عائشة رضي الله عنها والله عز وجل يقول الله أولى والله ما لعنة الله عليك أنت يا كلب يا خبيث لعنة الله عليك يا لعنة الله عليك فعلا ما تستحق أن تكون أصلا أبناء للمؤمن أمهات المؤمنين والله ما تستاهل والله خبيث كلب خبيث ما أنت إلا خبيث كلب خبيث والله ما كلاب المجوس إلا الرافضة أمثالكم يا مجوسيين يا لعنة الله عليكم يا مجوسيين والله ما أنتم إلا مجوس على هامش التاريخ ليه؟ الكلاب والله أنا صدقت صح الكلاب أشرف منه صحيح والله صحيح صدقت والله صحيح والله نحن نهين الكلاب إذا قلنا هم كلاب والله صحيح نحن نهين الكلاب إذا قلنا كلاب والله صحيح فعلا صحيح هذه هي ايش ليش امدح ايوه الان انت ايوه والله ما ينبح والله ليش اقتله بتروح على جهنم ليش اقتله انت رايح على جهنم ليش تقتله اذا انت ما تقتل رايح على جهنم ليش اقتله ما احتاج ما انتم الا كلاب اهل النار ما انتم الا روافض كلاب اهل النار ما انتم الا الكلاب هذا انت خبيثين كلاب لانكم كلاب لانكم خبيثين يلا جرب انت ابن منبوحة الكلاب على فكرة انت فاكر الكلاب اللي ذبحت على عائشة في طريق الحوائب يا سيدي على اي حال أيوة وبقيت عائشة اعزها الله وأذلك أنت والخميني والله أتشرف أني ابن عائشة وأتشرف أني ابن حفصة أتشرف وأما أنتم يا أخباث يا أخباث لعنة الله عليكم يا رافضة لعنة الله عليكم الحمد لله الذي دحركم في سوريا وسيدحركم في لبنان وستدحرون في العراق الحمد لله الذي دحركم نصر اللات هذا نصر العزة نصر اللات والله أفرح إذا قتل من مات من الكفار والله أفرح هذا الذي قتل المسلمين وقتل المسلمين هذا كافر إنسان كافر قتل المسلمين والله القاعدة على كل حال الحمد لله الذي أذلكم وأعزنا الحمد لله الذي أذلكم وأعزنا الحمد لله الذي أذلكم وأعزنا الحمد لله يا رب لك الحمد أني رأيت في يوم من الأيام هذا الذي الله عز وجل أذلكم ودحركم فالله عز وجل دحركم في سوريا الحمد لله فعندما رأيناكم فررتم مثل الخنازير لعنة الله عليكم جميعا والله لعنة الله على الرافضة ومن شايعهم لعنة الله على الرافضة ومن شايعهم لعنة الله دخلوا العراق هؤلاء دخلوا العراق بالأمريكان هذا بيقول لك دخلوا منين مش من الأردن لا يا كلب بالأمريكان
والله ما أيوة. كلب غير انت وابوك واللي خلفك. مش يا كلب يا خنزير يا ابن المتعه يا كلب يا خنزير. على كل حال ما عندهمش غير هذا الذي عرفناهم والحمد لله ابناء عائشه الذي والله ما عندهمش غير قله الادب والقساره والشتيمه. على كل حال الحمد لله الذي اذلكم واعزنا بفضله تبارك وتعالى. اذلكم يا ذليل يا خسيس يا ذليل يا خسيس يا ذليل يا خسيس يا خسيس يا ذليل يا خسيس. انا بصراحه ضيعت يا ذليل يا خسيس عارف حضيع وقتي يا ذليل يا خسيس يا ذليل يا خسيس يا خسيس يا خسيس يا ذليل يا ذليل يا خسيس يا ذليل يا ابن المتعة يا ذليل يا خسيس يا ذليل يا خسيس. خلي زوجتك تستمتع بالرجال يا خسيس يا ذليل يا خسيس يا ابن المتعة يا ذليل يا خسيس يا ابناء المتعة يا ذلاء يا خسيس. لعنة الله عليكم يا أذلاء. الحمد لله الذي أذلكم وأعزنا أذلكم وأعزنا أنتم يا كلاب. الحمد لله الذي أذلكم وأعزنا. الحمد لله. على كل حال my brothers wanted to mention something. Explain English who they are, these people. We have these people, they wanted to say, because what happened in Syria, they want to identify all Sunnah, they said they are ISIS. So those scumbags, those filthy scumbags, the filthy scumbags, those the Rafida, he came here, he was cursing our mother Aisha, he was cursing our mother Hafsa, he was saying all the evil things about the Sahaba of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. لماذا يستفزهم سقوط بشار الكلب؟ والله لأنهم يحبوه. الله يحشرهم معه. أسأل الله يحشركم معه. الله يحشركم مع بشار وحافظ الكلاب اثنين. الله يروح يلعنه. ليش تطبلوا له؟ ليش ساعدتوه العاد يا كلاب؟ وقفتم معاه. قال الكلب حسن نصر الله قال يا بنحرق سوريا إما بشار أو بنحرق سوريا. هذا الكلب تبعكم هذا. أنتم ليش ناصرتوا النصيرية؟ ليش ناصرتوهم؟ Why did you do that? ولماذا ناصرتوهم؟ ناصرتم الكلاب هؤلاء. الله المستعان. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأذلهم بالشرك. ونحن نقول ونعيد أن هؤلاء الذين جاءوا هم رافضة رفضوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، رفضوا القرآن، حرفوا القرآن، ادعوا أن القرآن محرف، حرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ادعاء بحبهم لأهل البيت، وأهل البيت منهم براء. حتى أن هذا الخبيث يسب الملك عبد الله على سبيل المثال، يقول عنه من أهل البيت، وهو شوف كيف ينظروا إلى الأمور. على كل حال الحمد لله الذي أعزنا نحن المسلمين بالقرآن والسنة، والحمد لله الذي أذلهم وأخرجهم من سوريا حاضرة الأمويين وحاضرة بلاد الإسلام. وأسأل الله عز وجل أن يصلح الشعب السوري وأن يقيض لهم الخير في كل مكان، وأسأل الله عز وجل أن يوحد صفوف المسلمين. هذا الذي ندعوه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا. Yeah, I wanted to say, because those that we mentioned, those people, these guys, Speak English, you are London. Okay. So this guy, this scumbag, he came to me as pretending to be Sunni, because they say I'm Egyptian, whatever. And then after that, we discovered that he is a Rafid, he is a Shia. What he was cursing the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was cursing our mothers Aisha radiyallahu anha and Hafsa. That this person, he's like that. He declared takfir on the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that's how they are. Those people, they are the enemies. And what rages them? Because Allah Azza wa Jalla has defeated them in Syria. Defeated them and he humiliated them in Syria. And Allah Azza wa Jalla give the izzah, the dignity and the mightiness to Ahl Sunnah in Syria now again. Now, of course, what they wanted to say, they want to identify all the Sunnis as ISIS. A'udhu billah. The Sunnis were free from ISIS. And we debated them and we exposed them, alhamdulillah, here in the very same park here. So that's why those people, they wanted to say, are you happy what's happening? Of course we are happy that Allah Azza wa Jal has humiliated the Rafida and the Nusayris there, and Allah Azza wa Jal has brought Islam
to Syria. That's what we want, and that's what we are happy when we see Muslims, alhamdulillah, flourishing all around the world, and we see at least that tyrant, Allah Azza wa Jal destroyed him and destroyed his army, and when you see those scumbags, if he saw, and I believe he saw as well, what happened in jails, more than they found near Damascus. There is a mass graveyard, 100,000 people buried in it in one day. That's on the hands of who? On the hands of Bashar, the scumbag of Syria, and on the hands of Hezbollah from Lebanon, and on the hands of Al-Jahsh al-Shi'i who came from Iraq. All of them, they came. What they have done, they have killed the Sunnis there. That's how this is the reality. So Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal has defeated them. And what they wanted to say, oh, you are affiliating with Israel. Subhanallah. So when all these years, when the scumbag, Hafez al-Assad, the father of this scumbag, when he give Golan, and when he give as well, during the war, what he has done, he surrendered the whole Muslim land to the Zionist state. That's what he has done. And yet they come to us to say, we are the one who are playing games. A'udhu billah. Look at your history. Look at your history since the time of Ibn al-Alqami, since the time when the Rafida, they affiliate with the Mughal, and they brought them to Iraq and killed even million Muslims at that time. This is the reality. And why we hide behind our thumbs? We know this is the truth. That's the reality. Alhamdulillah, we expose them here. Alhamdulillah, we will keep exposing them. Alhamdulillah, ala kull hal. Jazakumullah khair. May Allah reward you all and bless you all. Jazakumullah khairan. Where is my... Which one is yours? الخطأ This one yours? الخطأ اللي ارتكبت انت، انا اول مرة كان حكم ذلك توجهه. انت ما حاولت تكتشف اول شيء انه شيء